السلام عليكم. هنشوف مع بعض الفيديو ده بفكرة بسيطة جدا ازاي تتجنب وفيات الارانب في فصل الصيف، او ازاي تعمل تكييف طبيعي او تهوية طبيعية للارانب بدون تكلفة او بدون مجهود. الفكرة ببساطة حضرتك ان احنا بنستخدم الخيش اللي هو زي ما حضرتك شايفين كده. الخيش موجود متوفر في كل مكان، تقدر تشتري الخيش اللي هي عبارة عن طبقتين زي ما حضرتك شايفينها كده بالشكل ده. تمام. بتتبل مرتين في اليوم، مرة الصبح على الساعة 11 او 12 فترة الظهيرة، ومرة تانية على الساعة 3 4، وبكده تتجنب وفيات الارانب. هتلاقي الارانب عندك زي ما حضرتك شايفينها كده. تمام. هتلاقي الارانب صحتها كويسه جدا، فتره الصيف مش حاسين باي اجهاد حراري. هتلاقي برضو حتى الارانب الصغيره لو احنا فتحنا كده ونشوف الارنب الصغير اللي في البوكس، هتلاقيهم نايمين تمام طبيعيين كده ومبسوطين، مع رغم او ارتفاع درجه الحراره. تلاقي المكان زي ما شايفينهم كده بهذا الشكل زي ما حضرتك شايفين كده. نفس النظام برضو الناحيه الثانيه، تتبل بس مرتين في اليوم، خيشه تكون طبقتين بهذا الشكل وحضرتك شايفين كده. هتلاقي الارنب تمام. قبل كده في الاوقات العاديه اللي انا ما كنتش بستخدم في هذه الفكره، كنت بفاجئ ان فتره الصيف او ايام حر كنت بفاجئ ان الخلفه الصغيره حاجه بالشكل ده كده الاقي كلها ماتت وضاعت مني. فعشان انت حضرتك تتجنب الخساره والتلفيات زي ما حضرتك شايفين كده، الفكره ببساطه خيشه تبلها ميه وتحطها على القفص بهذا الشكل، يغطي الصندوق بتاع الخلفه او الولاده تمام بهذا الشكل، والجزء الثاني او 3/4 او نص يغطي السطح، بحيث حتى لو في اشعه شمس نازله مع الخيشه دي بتعمل تبريد طبيعي جدا بدون اي مجهود وبدون اي تعب. هتقدر ان شاء الله ربنا يكرمكم خير وفير من الارانب في فصل الصيف بهذه الفكره. اهم حاجه تنتبه من الموضوع ده، دي نقطه. النقطه الثانيه بحب اعملها في فصل الصيف علشان اتجنب وفيات الارانب، موضوع اوفر ميه كويسه جدا ساقعه. بوفر ميه عن طريق طبعا زي ما حضرتك عارفين هنا الخرطوم ميه، البطاريات دي بيكون فيها خرطوم ميه وفيها نبل ميه بينزل ميه زي ما حضرتك شايفين كده. تمام. الارنب محتاج يشرب ميه بيضطر ان هو يشرب منه ميه على طول، بيقف عليه ويشرب. تمام. لكن فتره الصيف الارنب بيحتاج حاجات اضافيه. اول حاجه بيحتاج ان هو يبرد اطراف صوابعه ايديه او يشرب ميه ساقعه، فالحنفيه بتاعت الميه دي او صنبور الميه او النبل ده مش هيوفر الكلام ده كله. فافضل حل اللي هي بعملها ان انا بجيب فتره الصيف فقط بجيب الفخار اللي حضرتك شايفينه بهذا الشكل، تكون فخاره بالحجم الكبير كده. تمام. بحطها تحت نبل الميه بحيث الارنب عايز يشرب ميه من النبل تمام يقدر يشرب عادي. الخلفه اللي تحتيها طبعا الخلفه دي مش هتقدر تشرب ميه، مش عمر ما تقدر تطلع لفوق عشان تشرب ميه من اللي فوق دي، فبالتالي هتحس بجهد حراري وتعب وهتجهد الام في شرب الميه او تعوضها والكلام ده كله. فانا لما اوفر له مصدر ميه كده بيبقى حاجه كويسه جدا. مصدر الميه ده بيخلي الارنب يقدر يمد دي او رجليه جوه الميه هنا بيحس بتبريد. والنقطه الثانيه ان هو برده بيعمل تشتيت للحراره اللي هي واصلاه، ان هو ممكن ينام جنب الفخار دي بتبقى ساقعه فصل الصيف. فحاجتين مهمين جدا لازم تعملوهم عشان تتجنبوا وفيات الارنب في الصيف. بشكركم متابعه الفيديو للنهايه. انا حبيت اعمل الفيديو ده لان انا مريت بتجارب كتيره جدا، كانت الارنب بتموت عندي على الرغم ان انا موفر له اهتمام ورعايه، لكن كنت بفاجئ انها بتموت معايا وما كنتش عارف اعمل لها حل. لكن افضل حل اكتشفته او شفته في بعض الاصدقاء افادوني ليه اللي هي فكره الخيش اللي حضرتك شايفينه دي، بل ميه بتتحط ويفضل الارنب حتى في اصعب الظروف الحراريه الخيش ده بيعمل تبريد كويس جدا. برضو حاجة مهمة جدا في فترة الصيف، يا ريت ما حدش يحط علف للأرنب خالص غير بعد الساعة 7 أو 8 بالليل. الفترة يكون الأرنب كده بدأ الجو يدي نسمة هواء، فما نحط لهمش علف. يا ريت لو احنا متوفر عايزين نوكل الأرنب نحط له علف أخضر، لو مش متوفر علف الأخضر ممكن نوفر له الجزر. الجزر أهو. تمام. الأرنب بيحب ياكل جزر كتير جدا. تمام. لكن يفضل إن احنا ما نحطلوش جزر كتير لأنه بيسبب برضو بعض المشاكل. يفضل ان احنا نحط له 1 أو 2 بس في اليوم، مش اكتر من كده على حسب الحجم بتاعه. لكن حطيت له علف في فتره الظهيره بتبقى مجهده للارنب وممكن يسبب وفاه او يحصل عسر هضم، لان زي ما انتم عارفين ان ما ينفعش حد ياكل والجو حر خالص بيتعب خالص. فمهم جدا نبتعد عن الاعلاف الجافه فتره الحراره ونخليها اي وقت تاني بالليل بعد الساعة 8. او لو عايزين نحط حشائش متوفرة تمام، مش متوفرة ممكن الجزر، تلاقي الارنب بيبقى يعني بيستمتع بيه اكتر من البرسيم. الجزر ما نكترلوش برضو منه. دي اهم 3 نصايح حبيت اشاركها معاكم. لو عجبك الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. لو حد منكم عايز اي تعليمات او اي نصائح يكتبها لي في وصف الفيديو، وتحت امركم في اي معلومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.